كسب القلوب بحبه، أسر النفوس بخلقه، أبكى الآنام بشوقه، صلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أسأل الله العظيم أن يزيل عنكم هم الدنيا، وأن ينير لكم درب السعادة، وأن يجيركم من الشر والحسد، وأن يديم عليكم الصحة والعافية. انا النهارده باذن الله هعمل معاكم روتيني يوم الخميس. كان المفروض انزله امبارح بس للاسف كان عندي شويه ظروف فمعرفتش انزله. هقول لكم انا كنت صايمه الحمد لله يوم الخميس وعملت حاجات كده. قلت ايه يعني، الروتين دايما بيبقى حاجه مشجعه كده وحاجه جميله بتدي طاقه. دي فايدته يعني، ده اللي انا اقصده. لو اول مره تشوفي قناتي اوعي ابدا تنسي تشتركي، ونبدا ونقول بسم الله. طبعا في البداية أنا بدخل الحمام عشان أتوضى. قبل ما بتوضى بغسل سناني. أنا بستخدم معجون أسنان سنسوداين، هو حلو جدا جدا يا جماعة. يعني أفضل معجون أسنان ممكن فعلا تستخدميه، يعني مريح جدا جدا وبيريح السنان جدا وبينضفها وممتاز. كمان بغسل وشي بغسول هيمالايا، ده اللي أنا بستخدمه حاليا لأن أنا كل فترة كده بغير. بس هو كويس جدا معايا وحلو قوي، بس طبعا مش كل يوم بغسل وشي بيه. مش بحب قوي قصة ان انا اغسل وشي بالغسول يوميا ده يعني. هو زي ما انتم شايفين كده بالصبار والخيار، للبشرة العادية الى الجافة. اللي بشرته كده انصحهم بيه يعني. خلاص بعد كده بخرج طبعا بصلي الفجر. حاضر الكلام ده كله يا جماعة بيبقى على صلاة الفجر. بصلي وبقول الأذكار الحمد لله، وبعد كده بقرأ شوية قرآن. أنا ملتزمة الحمد لله حاليا جدا، الحمد لله بفضل الله. داخلة على سورة آل عمران. بعد كده بقى أظبط نفسي شوية. بحط برفان زي ما انتوا عارفين ده لازم كل يوم. برطب ايدي بزيت جونسون. ده مورد الخدود بتاع ماي واي، ده مورد الخدود ومرطب الشفايف. لذيذ على فكرة مش وحش. بس طبعا مش على طول على طول تحطيه لانه مش غالي، وانا ما بحبش الحاجة اللي تبقى ايه سعرها رخيص دي. بس هو كويس يعني، هو للشفايف كمان. وبحط برفان زي ما قلت لكم بقى. وبستخدم دلوقتي الكريم بتاع وشي، انا بستخدم ايفا. تحفة تحفة. اللي هو ببروتينات اللبن دي، انا قلت لكم عليه الروتين اللي فات. عجبني جدا بصراحة. يعني انصحكم بيه لو حابين، هو لكل انواع البشرة يعني. عندي زبدة كاكاو بس مش دايما برضو بحطها عشان رخمة قوي وبتقعد يعني تقشر بقى الشفايف وتقعدي تعضعضي في شفتك وترمي الحاجات اللي بتطلع دي. بتبقى مش لذيذة يعني. بشغل قرآن سورة البقرة. هفتح بقى كده سنة. طبعا كل ده ولادي لسه ما صحيوش خالص. النهار لسه ما طلعش كمان، هيطلع اهو. خلاص. بشيل بقى مخلفات يوسف ابني. دي مخلفاته النهارده، الكرسي والعجله. وبعدين هدخل على المطبخ. طلعت بوفتيك، انا صايمه وهعمل مكرونه وبوفتيك. ميعادنا بقى دلوقتي مع اللانش بوكس والسندوتشات بتاعه المدرسه والكلام ده كله. النهارده انا مش هنزل معاهم. يوسف مش رايح لانه تعبان شويه. فرح وحبيبه اللي رايحين، وانا هسيبهم ينزلوا هم، يعني مش عايزه ارهق نفسي قوي وانا صايمه. اوضتهم الحمد لله كويسه. يوسف نايم على السرير ده على فكره. ف انا بس حابه اوريكم ان الدنيا مش متبهدله يعني. بحاول قبل ما انام ان انا اظبط كده شويه. النهارده الترويق خفيف خفيف، لان لما ببقى هصحى صايمه بحاول ان ايه اخلي الشغل في اليوم ده مش كتير. بس قلت اصور لكم روتيني برضو. عملت شويه حاجات حلوين يعني، برضو السفره كويسه. الانتري يعني كويس. في الوقت ده اللي انا بصور فيه ده كان يوسف صحي على فكره وانا بصور بره. المهم كده الدنيا تمام مش وحشه، بس مش عارفه ليه مضلمه كده. اوضه النوم كمان ظبطتها. بالمناسبة يا جماعة، كان في حد بيقول لي ظهري الشقة اكتر في الروتين، ما شفناش الشقة كويس مش عارف ايه. يعني دي كده اوضة النوم انا مش حابة خالص اظهرها بصراحة. دي حاجة. الحاجة التانية، اي نعم انا يوتيوبر وعندي قناة على اليوتيوب، بس مش معنى كده ان انا ابقى فاتحة بيتي. يعني انتوا اخواتي وحبايبي، بس اكيد في ناس تانية ممكن تدخل القناة. فمش حابة قوي ان البيت يكون مفتوح كده سداح مداح يعني فاهميني. فياريت ايه تعذروني يعني وتتقبلوا رأيي يعني من فضلكم طبعا.
دخلت على المطبخ. الضلفه دي بقى حبيت اوريها لكم كده عشان تروحوا تشوفوا الفيديو اللي قبل ده على طول. كنت موضبه حاجات في المطبخ ومظبطاها، واستغليت الارفف بتاعه المطبخ. روحوا بقى شوفوا الفيديو، دي كده حته منه. تمام. الغسيل بقى، شلت الغسيل اللي كان في الغسالة. طبعا ده كل يوم كل يوم اهو الغسيل، بس انا مش هنشره دلوقتي. هغسل المواعين الاول، عندي شوية مواعين كده حلوين. بالمناسبة ده برطمان المربى، مربى حلواني يا جماعة، فوق الروعة. يعني افضل مربى ممكن تجيبيها هي مربى حلواني، ممتازة. خلاص هغسل بقى شوية المواعين دول كده على السريع. اهو عنديش كوبايات كتير يعني، هي الكوباية دي ودي بس. فانا مش هشيل بقى واظبط واعمل بقى حركات كده. انا سيبني على طبيعتي، انا بغسلها كده والمواعين كلها في الحوض عادي. آه يعني هي المواعين مش كتير، على السريع كده. حبيت اسيب لكم لقطة المواعين دي عشان ايه، يبقى برضو في تشجيع كده في الفيديو مع الرغوة بتاعت الصابون والكلام ده. انا عارفة ان الرغوة والحاجات دي بتشجع يعني. تمام. انصحك طبعا تلبسي جوانتي وانتي بتغسلي مواعينك. والله العظيم يا جماعه انا ما كنتش بحبه ابدا ابدا، وما كنتش بحب البسه، بس دلوقتي استحاله اغسل مواعيني من غيره، خدت عليه. خلصت شويه المواعين المحندقين دول. اهو زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى انا هتبل البفتيك. طبعا لسه الظهر ما اذنش يا جماعه. هتبل البفتيك. انا بتبله في الكبه كده، بحط فلفل وطماطمايه وبصلايه. في ناس بتتبله بميه بصل، بس انا طريقتي دي بيطلع فيها ممتاز يعني. بس كده هحط تتبيلتي دي على البفتيك بعد ما حطيته في البوله. هعصر نص ليمونه كده بالشكل ده. التوابل بقى اللي بحطها له، بحط فلفل اسمر شويه كده حلوين. انتوا عارفين اللحوم بتحب الفلفل جدا. وشويه بابريكا. بهارات طبعا مشكله. طبعا البهارات مهمه جدا. بحط كمان بتاع دوت كام فص حبهان كده، 3 فصوص مثلا اهو. وهحط توم بودر وبصل بودر. عايزه اقول لكم التوم البودر لو جبتيه من عند حد كويس بيخلي معاكي اي تتبيله، بيخليها تحفه. وملح طبعا بيخلي اي تتبيله روعه. هغطيه بقى دلوقتي. بس هحط نقطه زيت كده، ذرة، عشان تمشيلي الليله دي كده وانا يعني وانا بقلبه. هحطه دلوقتي بقى في التلاجة وكده ابقى ارتحت منه خالص. خلاص طبعا مش هعمل المكرونة دلوقتي. نشرت غسيلي، وده دلوقتي الغسيل اللي انا هطبقه. زي ما قلت لكم الروتين دايما بيبقى فيه شيء من التشجيع كده، بيبقى مفيد بجد. انا بحب جدا اتفرج على فيديوهات الروتين لقنوات كده جميلة وبحبها قوي، منها يوميات مسلمة، شيماء حبيبة قلبي. بحبها جدا جدا، إنسانة قمة في الاحترام والأخلاق والجمال والنظافة. قفلت بقى لأن في هوا كده مش عارفة في ايه. دلوقتي خلاص احنا تقريبا الساعة 2. دخلت أعمل المكرونة، أو أكتر من 2 كمان، ولادي رجعوا. هعمل بقى المكرونة زي ما انتوا شايفين كده. عندي الحلة هعمل الصلصة. خلاص انا بنزل كده قرن فلفل في الزيت بعد ما بيتقدح. بحط شوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية كزبرة ناشفة. لازم في اي صوص احمر، يعني في اي صلصة حمراء، انا بحط الكزبرة الناشفة دي، بعشقها بجد. بنزل بقى بالطماطم بعد ما بصفيها بالشكل ده كده. وهنا انا بسلق المكرونة. اهو زي ما انتوا شايفين. طلع لي كده شوية مواعين في النص، غسلتهم برضو اهو. دلوقتي خلاص يا جماعة المغرب فاضل عليه شوية. كنت انا انتخت كده حبة ما بين عمايل المكرونة والفطار. وغديت ولادي على فكرة بالمناسبة، بس ما صورتش غداهم، قلت اصور فطار يعني احسن. دلوقتي خلاص المغرب هتأذن، انا هفطر بقى. ربنا يتقبل مني يا رب، اللهم امين واياكم. وكوباية شاي بعد الفطار الحمد لله.
لاني هنزل نازله اجيب لانش بوكس ليوسف ابني علشان بتاعه جرى عليه الزمن خلاص بقى كده كفايه. فهشرب كوبايه الشاي دي واريح شويه وهنزل اجيب له اللانش بوكس بتاعه. ايه رايكم في زاويه التصوير دي؟ لذيذه. خلاص. شاي ده شاي احمد، عايزه اقول لكم تحفه بجد، احلى كتير من دلمة ومن ديبتون والكلام ده كله. اهو اللي هو فيه الشريط الاحمر ده تحفه بجد. خلاص نزلنا. يعني ورايا كنت عايزه اقعد مع حبيبه شويه في المذاكره وكده، بس اليوم جري، يوم الصيام انتوا عارفين بيجري. هجيب اللانش بوكس وهرجع اوريها لكم بقى. خلاص. ودي اللانش بوكس. بعد ما رجعنا يوسف ابني اول ما دخلنا والله يا جماعه شالها من الكيس والكيس اختفى فص ملح وداب. يعني عماله اقول له يا ابني كنت عايزه اوريها لهم وهي في كيسها وطلعها من كيسها، بس عمال يقول لي انت اللي ضيعتيه يا ماما. بيتبلى عليا. خلاص هو ده كده اللانش بوكس. هفتحه لكم، هو لذيذ جدا وعجبني قوي قوي. سعره كمان مش غالي نهائي. كان ب35 جنيه. البلاستيك بتاعه محترم فعلا بجد. شكله كمان شيك مع العلبتين دول، بس غالبا انا يعني مش هوديه بيهم المدرسة اكيد. يعني انا هوديه بس بالدورين كده دول. اهو ده كان الدور الاولاني وده الدور التاني. هو بصراحة يعني هي العلبة شيك بصراحة وشكلها جميل كمان، وزي ما قلت لكم سعرها حلو جدا ومكتوب عليها برضو رقم 5. بس هي بتقولي عشان ده مش موسم مدارس انا ببيعها بالسعر ده، اللي هو المحل اللي انا اشتريت منه. هو ده شكلها كده بعد ما قفلتها. هي لذيذة وشكلها حلو. خلاص. ومش تقيلة كمان. جبت كمان بالمرة بقى فرش اللي هي بتاعت الصبغة دي. لقيتها اهي. حلوة ورخيصة على فكرة، ب12 جنيه ونص بس يعني. خلاص. وده شكلهم اهو. جبت كمان طاجن نوتيلا. لزوم الدايت بقى وكده يا جماعة، قلت اتعشى بيه. هي عليها مكسرات، عليها بندق، ولادي مش هياكلوا منها ابدا ابدا اكيد. لان هما بيحبوا المكسرات بس ما تبقاش على حاجة يعني. ده بيبقى عبارة عن كيك شوكولاتة وعليه نوتيلا ومن فوق كده بندق. حاجة يعني اخر دمار يعني. عشيت زوجي. ودي كده كانت المواعين. رابع مرة اغسل المواعين النهاردة على فكرة. كان في مرة كده في النص ما غسلتها يعني ما وريتها لكوش. هظبط الحوض بقى بتاعي عشان لسه ما ظبطتهوش. وهخرج بقى علشان اشوف حبيبة. يعني هي وراها شوية حاجات كده، بس بصراحة ما قدرتش اقعد معاها خالص يعني. اشرفت كده في الاخر. ربنا معاها يا رب. بس كده. يعني ولادي بقى اتعشوا كده عشاء خفيف. انا بصراحة ما قمتش حضرته، هنكت خلاص. بتمنى يومي يكون عجبكم، بتمنى تكونوا استفدتوا اي حاجة. استفدتوا بقى من طريقة البوفتيك. والله يا جماعة حلوة جدا اللي انا بعملها دي، بيطلع تحفة. استفدتوا بقى من اي حاجة، تطبيق الغسيل، اللانش بوكس، اي حاجة. تمام. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ابدا تعملي اشتراك للقناة. تنسيش كمان اللايك والشير. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.